السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناة شرحولوجي، القناة اللي هنفهم فيها الأفكار بشكل مختلف. خليني في البداية أسألك سؤال: هل عمرك قبل كده قررت إنك تبدأ بحماس في حاجة وتلتزم فيها وفجأة لقيت نفسك في النص وقفت لفقدان شغف أو إنك زهقت منها؟ ممكن تنسى الحاجة دي وتسيبها لمدة شهور قبل ما ترجع تفكر فيها تاني، زي إنك تبدأ في نظام دايت، أو إنك تنزل الجيم، أو إنك تلتزم حتى بصلاتك، أو إنك تقرأ كتاب معين. خليني في البداية أقول لكم قصة صغيرة كده بسرعة. مرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان دخل المسجد، فلقى إن في حبل مربوط بين عمودين كده، وفي حبل في النص واصل بينهم. فاستغرب شكله كان غريب، فبدأ يسأل الصحابة، قال لهم الحبل ده بتاع مين أو ليه مربوط كده؟ فحكوا له القصة إن في واحدة من الصحابيات بتيجي تقيم الليل هنا بالليل، فمن كتر ما هي بتطول في الصلاة فبتتعلق في الحبل دوت عشان تفضل قادرة إن هي تقف وتكمل في الصلاة وتكمل في قيام الليل، عشان هي بتطول لوقت طويل وكده. سيدنا محمد اتضايق وقتها وقص الحبل دوت بنفسه، وقال وقتها الحديث المعروف اللي هو فليصل أحدكم نشاطه فإذا فطر فليرقد. ده يرجعنا كده اللي برضه جملة معروفة، اللي هو قليل دائم خير من كثير منقطع. فكرة إنك بتضغط على نفسك بزيادة، أو إنك عايز تجيب آخرك في حاجة معينة، مش دايما بتكون حاجة إيجابية. إحنا بقينا عايشين في زمن كل حاجة فيه بتمشي بسرعة، كل حاجة بنشوفها بسرعة، فيعدي عليك ريل 30 ثانية وتشوف فيه خطوات الناس عملتها في سنين في 30 ثانية بس. فده بيأثر على عقلك الباطن. بقيت انت برضو عايز تشوف نتائج بسرعة، عايز تعمل فورمة في أول شهر شهرين، عاوز تقرأ 100 كتاب في أول سنة، عاوز تبدأ تصلي وتلتزم بكل الصلوات والسنن من أول. الحماس ده حلو في البداية، بس مشكلته إنه بيخليك تحس إنك لو قصرت بجزء معين، أو لو وقفت لمدة يوم، أو لو حصل لك أي ظرف، إنك كده فشلت، فتبدأ توقف كل اللي انت عملته. وده غلط، لأن في الحقيقة إن أنجح الناجحين مش بيأدوا أداء 100% كل يوم. اللي عامل فورمة رهيبة جدا مش كل يوم بيروح الجيم فت، في أيام بيغيب منها من التمرين. والشخص المثقف اللي انت بتنبهر بكلامه وبتشوف إن هو قدوة ليك، برضه مش كل يوم بيقرأ كتاب، ومش كل يوم بيتعلم حاجة مفيدة. في فترة طويلة ممكن يقعد شهور ما بيعملش أي حاجة مفيدة، ممكن يقعد كتير ما يقراش. الشيخ اللي انت مبهور بيه وشايف إن هو قدوة، برضه أكيد ليه حاجات وقع فيها، وأكيد دي ذنوب هما نفسهم بيعترفوا بيها. فالسر في نجاح الأشخاص دي، أو السر في نجاح أي شخص عامة، مش إنهم على طول بيعملوا حاجات مبهرة جدا أو حاجات ناجحة جدا، بس إنهم كل يوم بياخدوا خطوة في سبيل تحقيق حلمهم، في سبيل إن هم ينجحوا. فالخطوات الصغيرة دي بالتراكم على المدى البعيد يخليك فعلا إنسان منجز ويخليك. أكبر مثال على كده وارن بافيت، الراجل اللي لقيناه في آخر 5 سنين فجأة بقى رقم 1 في قائمة أغنى رجل في العالم. طب إيه اللي حصل؟ إزاي ظهر فجأة؟ الحقيقة إن هو مظهرش فجأة ولا حاجة. الراجل بيستثمر في البورصة من وهو عنده 8 سنين، فالاستثمار دوت الخطوات اللي خدها كل يوم، بعد 80 سنة بقى أنجح رجل في العالم أو بقى أغنى رجل في العالم. انت ممكن تستكتر المدة جدا ان هو يقعد 80 سنة، بس في الحقيقة ان انت مش عايز تبقى انجح رجل في العالم، انت بس عايز تحقق النجاح اللي انت عايزه، فده هيتحقق. ونقطة كمان ان هو ما عادش 80 سنة لغاية ما نجح. الراجل من اول سنة عملها وبدأ يعمل فلوس وبدأ ينجح، بس بعد 80 سنة من الاستمرار وان هو ما وقفش بقى رقم 1 في العالم. فالخلاصة يا صديقي، كمل في اللي انت بتعمله وما توقفش. حاول تاخد كل يوم حتى لو خطوة صغيرة، بس خدها حتى لو انت زهقان، حتى لو انت ملان، حتى لو انت مش شايف ان اللي انت بتعمله دوت ليه مستقبل او هتقدر تحقق بيه حاجة. اصبر، حاول تكمل في اللي انت بتكمل فيه. افتكر دايما حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. سؤالي ليك بقى: ايه الحاجة الكبيرة اللي انت نفسك تحققها؟ وشايف ايه الخطوة الصغيرة اللي انت ممكن تعملها كل يوم اللي هتوصلك للحاجة دي قدام؟ قولي في الكومنتات وانا هشوف انت كتبت ايه.